معكم اسلام a.k.a سامكس في حلقه جديده من انجليزي شوارع. Let's get started. Third in a row. There we go. Third in a row. There we go. Third in a row. There we go. ما هو غالبا في الانجليزي كله عندك 3-4 كلمات بمعنى على التوالي، دي واحدة من اهمهم. فلو مثلا عايزين نقول 10 مرات على التوالي هتبقى 10 times in a row or 10 times in a row. طب خمن كده لو عايز تقول 3 سنوات على التوالي هتتقال ازاي؟ 3 years in a row. 3 years in a row. 3 years in a row. من أهمية الجملة دي هتلاقي محمد صلاح بيستخدمها كتير جدا في اللقاءات اللي بيعملها بعد المباريات. Second game in a row as well. You need to win every game now. Second game in a row as well. You need to win every game now. You lost 10 in a row. Shoot the boot. You lost 10 in a row. You lost 10 in a row. 10 in a row. 2 days in a row. 2 days in a row. 2 days in a row. Late 3 times in a row. Late 3 times in a row. In a row. 3 in a row. In a row. 2 in a row. In a row. Third in a row. There we go. It's third in a row. There we go. It's third in a row. There we go. It's There we go. Here we go. تحس ان الجمله دي لو جربت الترجمه حرفيا ملهاش معنى. جرب كده، هناك نحن نذهب، لكن دايما الجمله دي على لسانهم بمعنى ها نحن نبدا، ها قد بدانا، ها نحن ذا، هذا هو. بتترجم على حسب الموقف. يعني مثلا واحد شغل عربيته بيربط الحزام بقى ويلا هنطلع على الطريق دلوقتي حالا، يلا بينا هوبا here we go، ها نحن نبدا، يعني هنطلع على الطريق دلوقتي يلا بينا هنبدا اهو. او لو انت مدرب في الجيم وبتعلمني ازاي اتمرن باي، فانا بتمرن عايز تقول لي ايوه هو ده الاداء الصح. بالانجليزي here you go here you go، يعني هو ده، هذا هو، ها انت ذا، هو ده الاداء الصح. ازاي هتعرف معنى الجمله دي وانت بتحفظ كلمات؟ الجمله بدائيه جدا بس هتفهمها ازاي؟ لان انت حافظ كل كلمه لوحدها. Drop the head back. Head back and forward. There you go. Do it again. Come on. Now lean back as you push down. Good. There you go. Good. There you go. There we 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 go. All right, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. All right, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. ساعات يا شباب كلمة زي دي ممكن تيجي بمعنى سلبي لما تقول اوه here we go again. Here we go again. Here we go again. زي ما بنقول بالعربي يا دي النيلة رجعنا من جديد. تعال ناخد مثال من الحياة العملية، مناقشة حادة بين الاتنين دول وفجأة راحت ردت وقالت Well, here we go again. I've been, well, here we go again. I've been, أو عندك مشهد زي ده وهو عمال يكرر ويحط الطبقات بتاعت الكريمة. بص قال إيه؟ oh boy, here we go again with the white. Oh boy, here we go again with the white. Oh boy, here we go again with the white. Here we go again. Here we go again. Here we go again. لو يا شباب عايزين تتفرجوا على الحلقة كاملة وتتعلموا الانجليزي كله بالطريقة دي وبالشكل ده، هتلاقوا تحت في اول تعليق رابط قناة انجليزي شوارع من الافلام. بنتعلم من كل الاحداث اللي بتحصل حوالينا في الحياة بس حاطينها في نظام مستويات، كل حلقة محطوط لها المراجعة بتاعتها. في كل حلقة هتلاقي كلام جديد وقواعد بتتشرح بشكل غير مباشر من غير ورقة ولا قلم. في القناة دي بالذات هتتعلم الانجليزي ان شاء الله من الحياة العملية، كلمات بضمان مدى الحياة، وننزل بالنهاية. معكم اسلام a.k.a سامكس في حلقه جديده من انجليزي شوارع. Let's get started.